ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ من الاشياء السيئه اللي ممكن تحصل لك في حياتك عشان تكون الراجل اللي انت عايز تكونه في المستقبل، او الراجل اللي كمان 10 15 سنه اللي انت عايز تبقى هو. انا بتكلم عن حاجه اسمها الصدمه للرجل. اهميه الصدمه للرجل، لو بحثت عن اكتر الناس اثاره للاهتمام او اكثر الرجال ليهم سلطه على هذا الكوكب، هتلاقيهم عاشوا حياه كلها متاعب، عاشوا حياه كلها مشاق. ليه؟ بسبب تعرضهم لصدمات. اكتر ناس هتلاقيهم ناجحين هم اكتر ناس اتعرضوا للصدمات وعرفوا يعدوا الصدمة. في ناس بتترك الصدمة دي تستهلكها وتدمرها. انا عايزك تاخد الصدمة دي كأنها طريقة بتعلمك، بس بالطريقة الصعبة. درس بيعلمك، بس لازم تاخد مجهود، لازم تحتاج طاقة ازيد من اللزوم. ما تتعبش قدام الصدمة، لازم تحاول، لازم تجتهد عشان توصل لنجاحك. انت عايز تقنعني اللي انت هتعمل نجاحك وشهرتك وفلوسك كل ده بحياة مريحة وحياة هادئة ومفيهاش متاعب ومفيهاش مشاق؟ لأ، انت كده مش صادق مع نفسك. الصدوق مع النفس اللي انت لو دورت على اي راجل ناجح هتلاقيه اللي هو عدى مراحل متعبة في حياته، هتلاقيه اللي هو اكبر المراحل التطور في حياته هو كان بيتعرض فيها لأوقات انجز فيها معظم اعماله. اوقات كانت سيئة في حياته، كانت درس كبير بس هو اتعلم منه، سواء بقى كان حزين او كان مفلس او ايا كان. لما قام بالامر ده او بالعمل ده كان كل شيء على ما يرام. خد وقته، خد فرصته واستغلها ونجح في حياته. انا بتكلم عن ان النجاح اللي بتصنعه الصدمة. سلام.